آخر أخبار ومعلومات عن لعبة تكساس تشينسو ماسكر. عن طريق تغريداتهم قدرت أحلل بعض النقاط اللي حاب إني أشارككم فيها. وقبل لا أبدأ المقطع لا تنسى اللايك والاشتراك إذا أعجبك محتوى القناة، ونقول بسم الله. السؤال الأول من هذا الشخص يقول: هل كل كيلر عنده أكثر من قتلة يقدر يستخدمها؟ وردوا عليهم: نعم، كل فرد من أفراد العائلة عنده أكثر من قتلة. السؤال الثاني من أحد الأشخاص يقول: هل يوجد يوم محدد لنزول اللعبة؟ وردوا عليه: لا، لكن في 2023، يعني إلى الآن ما حددوا وقت معين لنزول اللعبة. وهنا شخص يسألهم عن الكروس بلاي، وهل ممكن يكون في كروس بلاي في اللعبة الجديدة؟ ردوا عليه وقالوا إنهم مهتمين في الكروس بلاي وشغالين على الموضوع، واحتمال كبير أن الكروس بلاي راح يكون موجود في هذه اللعبة. وطبعا هنا أنا سألتهم عن موضوع الفويس شات اللي يصير داخل جيم، يعني مثل فرايداي، هل جيسون يقدر يسمع الكانسلر والكانسلر يقدرون يسمعونه؟ يعني المايك راح يكون مختلط بين الكيلر والفيكتم. ردوا علي قالوا: لا، التيم له مايك خاص والفاميلي له مايك خاص، يعني الفاميلي ما يقدرون يسمعون الفيكتم والفيكتم ما يقدرون يسمعون الفاميلي أثناء الجيم. وهنا في شخص يسأل: هل بيكون في اللعبة سكنات نادرة وخاصة نفس سكن سفيني جيسون؟ ردوا عليه وقالوا: ما راح نوفر ولا سكن نادر، وكل السكنات اللي بتنزل في DLC بإمكان جميع اللاعبين الحصول عليها. وهنا شخص يسأل: هل إذا مت أقدر أنتقل من الجيم اللي أنا ميت فيه إلى جيم جديد بسرعة بدون لا أكون سبكتيت؟ ردوا عليه قالوا: نعم، تقدر أول ما تموت تطلع من الجيم وما راح تخسر XP، وكل XP بيجيك وتنتقل من جيمك إلى جيم جديد، ما يحتاج أنك تجلس وتتابع الجيم إلى نهايته نفس لعبة فرايداي. وهنا شخص يسأل سؤال مهم ويقول: هل تقدر تكرر الشخصية في لعبة تكساس نفس اللي يصير بفرايداي، انك تاخذ مثلا 7 خالات؟ ردوا عليه وقالوا: لا، كل لاعب لازم يختار شخصية مختلفة، يعني ما تقدر تكرر شخصيتك نفس لعبة فرايداي. وهنا شخص يسأل ويقول: وش يصير إذا شخص طلع ليفت جيم قبل لا يبدأ الماتش وهو ماخذ أحد الشخصيات، هل نقدر نختارها أو لا؟ ردوا عليه وقالوا: إذا في أحد طلع من الجيم بيتكنسل كل شيء وما راح يبدأ الجيم من جديد إلا لما يدخل شخص آخر علشان يكتمل العدد والجيم يبدأ. وهنا بعض الصور اللي قدرت أجيبها من صفحتهم الرئيسية في تويتر. اعذرونا على الجودة، ممكن تكون جودة الصور شوي ضعيفة، لكن حبيت أشارككم باللي أنا شفته. وبالختام، شكرا لوصولك إلى نهاية الفيديو. إذا أعجبك المحتوى لا تنسى اللايك والاشتراك إذا ما أنت مشترك. أشوفكم على خير ومع السلامة.